على طول بتذاكر وبعد ما تقفل الكتاب بتنسى انت ذاكرت ايه، وبتيجي في الامتحانات وبتفتكرش اللي انت لسه مذاكره، وبيجي في بالك اسئله زي هي المشكله فيا انا مثلا ولا انا ما ذاكرتش كويس؟ طب ليه في ناس تانية بتفتكر الاجابه لا وكمان بتقفل الامتحان؟ طب هل ذاكرتهم كويسه ولا هما بيذاكروا بطريقه مختلفه عن اللي انا بذاكر بيها ولا في طريقه تانية؟ طب ايه الحاجات اللي اعملها علشان اقوي ذاكرتي وافتكر كل حاجه اذاكرها؟ كل ده هتعرفه في الفيديو ده واكتر، وتاكد انك تكمل الفيديو للاخر علشان المعلومه توصل كامله. انا ايمن محمد ودي سلسله تذاكر ازاي. اول حاجه لازم تعرفها ازاي الذاكره بتتكون. نفرض ان النقطه اللي هتبدا منها الاشاره الكهربائيه في المخ هي A، والنقطه اللي هتتخزن فيها المعلومه هي B. الذاكره بقى عباره عن اشاره كهربائيه بتتحرك من النقطه اللي اتكونت فيه اللي هي النقطه A لحد المكان اللي هتتخزن فيه اللي هي النقطه B، والاشاره دي بتمشي في مسار عصبي، وانتقال الاشاره من نقطه A للنقطه B ده معناه ان المعلومه اتخزنت في الدماغ. دلوقتي محتاجين نسترجع المعلومه اللي خزناها، يعني محتاجين الاشاره الكهربائيه تمشي من النقطه B اللي المعلومات اتخزنت فيها للنقطه A اللي هو المكان اللي هنقدر فيه نفتكر المعلومه. يعني معنى ده ان الذاكره مكونه من عمليتين، عمليه تخزين المعلومه اللي هي ستورج وعمليه استرجاع المعلومه اللي هي الريكول. طيب بعد ما عرفنا المكونات لعمليه الذاكره، ايه بقى اللي يخلينا عندنا ذاكره قويه؟ ببساطه عاوزين نقوي الستورج ونقوي الريكول. طب ازاي بقى نعمل كده؟ ببساطه محتاجين الاشاره الكهربائيه تمشي في المسار ده كذا مره، وده بيحصل بحاجتين مهمين جدا. اول حاجه التكرار المتباعد اللي هو السبيس ريبيتيشن، والاسترجاع النشط اللي هو الاكتيف ريكول. طب ايه بقى الحاجتين دول؟ اول حاجه السبيس ريبيتيشن ده معناه انك تكرر المعلومه اللي عاوز تحفظها، بس يكون في وقت بين كل مره تكرر المعلومه دي. يعني لو انت ذاكرت النهارده درس او محاضره وهتبدا تذاكر الدرس او المحاضره الجديده الاسبوع اللي جاي، وقبل ما تذاكر الجديد هتراجع بسرعه على اللي انت ذاكرته قبل كده، وبقول لك بسرعه عشان ما تضيعش وقت كبير في المراجعه ويفضل لك وقت قليل عشان تذاكر الجديد وتضيع مجهود كبير في المراجعه، عشان كل اللي انت محتاجه من المراجعه انك بس تنعش الذاكره بالحاجات اللي اتخزنت قبل كده. ومع تكرار المراجعه في كل مره بتذاكر فيها حاجه جديده والمراجعه قبل الامتحانات هتلاقي المعلومه اتخزنت كويس. ولو بصينا على منحنى النسيان هنلاقي ان المعلومه الجديده بتنساها مع الوقت، بس لو كررت المعلومه دي هتلاقي ان المعلومات بتفضل لفتره اطول. وده نفس الكلام بتاع السبيس ريبيتيشن، بس لو وقفت لهنا بس فانت كده هيبقى عندك وهم المعرفه، وده معناه انك هتكون فاكر انك عارف المعلومه وتقدر تستخدمها في اي وقت، بس في الحقيقه انت عارف المعلومه بس مش هتقدر تستفيد منها. ليه؟ عشان ببساطه باستخدام السبيس ريبيتيشن انت كده قويت الجزء الخاص بتخزين المعلومه بس ما قوتش الجزء اللي تسترجع فيه المعلومه، وهنا هيجي اهميه الاكتيف ريكول. طب ايه بقى الاكتيف ريكول؟ الاكتيف ريكول ببساطه انك تسترجع المعلومه اللي اتخزنت بس تكون واعي وانت بتسترجع المعلومه دي. طب ده هيحصل ازاي؟ ببساطه انك تحل اسئله على الجزء اللي انت ذاكرته، والسؤال اللي ما تفتكرش الحل بتاعه ترجع تراجع مره تانية على الجزئيه دي، ده علشان المعلومه تتخزن كويس في الدماغ. وحل الاسئله بيخلي عندك ثقه وانت داخل الامتحان لان بالفعل اتمرنت على حل الاسئله كذا مره، فبالتالي انت مستعد للامتحان بالظبط زي ما بتمرن عضلاتك في الجيم. فانت بتغلط في الاسئله دي فبتعرف انت محتاج تراجع ايه تاني علشان ما تغلطش في الامتحان. يعني ببساطه عشان تفتكر اي معلومه تراجع على المعلومه دي، بس يكون بين كل مره مراجعه فتره، مش تراجع على نفس المعلومه مليون مره في نفس اليوم، علشان لو رجعت على المعلومه في نفس اليوم هتفضل في الذاكره قصيره المدى ومش هتروح للذاكره طويله المدى. والحاجه الثانيه انك تطبق على اللي انت ذاكرته وتحاول تربط المعلومه الجديده بتطبيق ليها في ارض الواقع، وتشرح اللي ذاكرته لحد تاني وساعد غيرك وما تستناش مقابل لده. ولو على الاستفاده اعتبر ان تثبيت المعلومه في دماغك هو الاستفاده، وانك تلخص اللي ذاكرته، وانك تنوع المصادر اللي بتتعلم منها. يعني لو ما فهمتش نقطه ممكن تشوف فيديوهات ليها على اليوتيوب، ده هيساعدك انك تثبت المعلومه اكتر. وفي الحقيقه دي الطريقه الاساسيه اللي الذاكره شغاله بيها، بس في عوامل تانية وليها برضو علاقه بالسبيس ريبيتيشن والاكتيف ريكول، وهو ان بتكرار العمليتين دول الدماغ بيتغير، والمسار اللي بتتكرر فيه الاشاره الكهربائيه ده بيحصل فيه حاجه غريبه، وهو ان في ماده اسمها المايلين، ودي وظيفتها انها بتغلف المسار العصبي ده، وان ماده المايلين دي بتعزل المسار العصبي. وعلى فكره العلماء لما شرحوا دماغ اينشتاين علشان يعرفوا هو كان ذكي ليه ما لقوش فيه حاجه مختلفه عن الدماغ العادي غير ان ماده المايلين دي كانت زياده. طب هستفيد ايه لما عزل المسار العصبي ده يزيد؟ ببساطه الاشاره الكهربائيه اللي بتمشي في المسار ده هتبقى اسرع وجودتها اعلى، وده هيخليك تفتكر المعلومه اسرع وبالتفصيل. والموضوع ده شبه الكابل بتاع الكهرباء، كل ما الكهرباء اللي تمشي فيه تكون اكبر هتحتاج سلك سمكه اكبر وبالتالي عزل اكبر، بعكس سلك الكهرباء اللي بيوصل لك البيت بيبقى سمكه صغير وبالتالي عزله صغير. السؤال بقى ازاي ازود ماده المايلين؟ زي ما قلت قبل كده التكرار والتطبيق بيزود ماده المايلين، بس ماده المايلين دي عامله زي الحيطه محتاجه طوب علشان تكبر، والمكونات دي موجوده في الاكل، وخصوصا الاكل الغني بالاوميجا 3 زي السمك والمكسرات. مش بس الاكل الغني باوميجا 3، الاكل الغني بالحديد والفوليك اسيد وفيتامين بي 12 ده بيساعد ان كرات الدم الحمراء تتكون صح، وبالتالي الدم هينقل الاكسجين بكفاءه اعلى للمخ، وده مع الوقت هينعكس في ذاكرتك وقدرتك على التركيز. واي مالتي فيتامين بيبقى فيه الاحتياجات اليوميه من الفيتامينات والمعادن دي. والميه مهمه جدا للمخ لان 70% من تكوين المخ عباره عن ميه، ده غير ان الميه هتقلل لزوجة الدم، فبالتالي العناصر الغذائيه اللي في الدم هتوصل بسهوله للمخ.
المخ. طب انت محتاج قد ايه من الميه في اليوم؟ انت محتاج لتر لكل 25 كيلو جرام من وزن جسمك. يعني لو وزن جسمك 75 كيلو جرام انت هتحتاج 3 لتر ميه في اليوم. من الحاجات اللي هتساعدك انك تلتزم بكميه الميه اللي المفروض تشربها طول اليوم هو انك تجيب ازازه كبيره، علشان تستخدم ازازه او 2 بالكثير، وبالتالي مش هتحس ان الكميه كبيره، على عكس لو جبت ازازه صغيره هتحتاج كذا ازازه وهتفتكر ان الكميه كبيره. ولازم الازازه دي تكون شفافه عشان تشوف فاضلك قد ايه من الميه، وتقسم كميه الميه على طول اليوم بالنظر. وكمان لازم تحط الازازه دي قدامك طول اليوم علشان تفتكر انك تشرب طول اليوم. ومهم انك تقسم الميه على مدار اليوم وتشرب على الاقل كل ساعتين، علشان الجسم ما بيخزنش الميه، ولما الميه تقل في الجسم هتلاقي تركيزك قل. وانت ممكن تكون بتاكل كويس وتاكل الاكل الغني بالاوميجا 3 وبتشرب كويس وبرده الذاكره مش قويه زي ما انت عاوز. طب العمل ايه بقى؟ ببساطه الذاكره بتعتمد على مجموعه عوامل، بس مش معنى انك بتاكل كويس ان الفايده من الاكل ده هتوصل للمخ. انت محتاج تزود توصيل التغذيه دي للمخ، وده ببساطه بيحصل من خلال الدم. عشان كده انت محتاج تزود تدفق الدم للمخ. طب ايه بقى الحاجات اللي بتزود تدفق الدم للمخ؟ اول حاجه الرياضه، ومش اي رياضه، الرياضه اللي بتزود معدل ضربات القلب، معدل التنفس، زي الكارديو. طب عاوز تمارين كارديو معينه، في تمارين زي الجري او حتى الجري في المكان، والجامبنج جاك، والماونتن كلايمنج، ونط الحبل، والسكوات، والراشن تويست، والبلانك، وفي تمارين تانية كتير. بس المهم انك تثبت التمارين اللي هتلعبها وتبدا بعدد قليل عشان ما يبقاش التمارين صعبه عليك، وتقدر تعمل التمارين كل يوم وتستمر عليها وتزود بالتدريج. يعني ممكن كل اسبوع تزود 10 عدات مثلا. وفي الحقيقه الرياضه مهمه جدا للمخ، مش بس عشان هيساعد في تكوين المايلين، لا الرياضه مفيده للمخ كله علشان بيوصل التغذيه للمخ كله عموما. الرياضه بتنشط الاجزاء اللي موجوده في المخ اللي مسؤوله عن الحركه، والجزء ده كبير جدا في المخ، فمع الوقت اداء المخ عموما بيتحسن، مش الذاكره بس، وده اللي احنا عاوزينه. وكمان الرياضه هتزود قدرتك على التحمل عموما وعلى تحمل المذاكره بالتحديد. وتحرك، الحركه هتفوقك ومش هتخليك تحس بالالم، علشان الجسم اثناء الحركه بيفرز الاندروفين، وده مسكن طبيعي في الجسم وقوته بتعادل المورفين. حتى اسم الاندروفين معناه المورفين الداخلي. علشان كده لو انت قاعد لفتره طويله وبتذاكر الجسم بيدخل في مود النوم، والاندروفين تركيزه بيقل في الجسم، وتبدا تحس بالم في الجسم وصداع. وحاجه تانية هنلاحظها في مكونات الذاكره وهتساعدنا في تقويه الذاكره هو مكان التخزين اللي هو النقطه بي. في الحقيقه النقطه دي متكونه من جزئين، الجزء الاول وهو الذاكره قصيره المدى، والجزء الثاني وهو الذاكره طويله المدى. الذاكره قصيره المدى بالظبط عامله زي المصفى، المعلومات السهله بتخزنها في الذاكره طويله المدى، والمعلومات الصعبه ما بتنقلهاش للذاكره طويله المدى. وخلي بالك انا بقول لك معلومات سهله وصعبه، مش معلومات مفيده ومش مفيده، علشان الذاكره قصيره المدى ما بتعرفش اذا كانت المعلومه دي مفيده ولا لا. فكر فيها كده، المخ موجود جوه الجمجمه، ما يعرفش الحاجه اللي بره دي وجايه له مفيده ولا لا، فبالتالي انت بتحتاج انك تقول للمخ الحاجه دي مفيده ولا لا. طب ازاي اقول للمخ ان الحاجه دي مفيده ولا لا؟ ببساطه زي ما قلت، بالتكرار والتطبيق. كل ما المعلومه اتكررت وطبقت عليها كل ما المخ عرف ان المعلومه دي مهمه. طب ليه الذاكره قصيره المدى بتعمل كده وبتمسح المعلومات الصعبه؟ وليه ما تخزنش المعلومات في الذاكره طويله المدى وخلاص؟ ببساطه ده مش هيحصل، علشان مساحه الذاكره طويله المدى محدود، بس المساحه المحدوده دي كبيره جدا وبتوصل 2.5 مليون جيجا بايت، والمساحه دي تقدر تخزن فيديو مدته 3 مليون ساعه متواصل، يعني تقريبا 350 سنه. بالرغم ان المساحه دي كبيره جدا كان لازم يبقى في حاجه تحدد اذا كانت المعلومه هتتخزن ولا لا، وده دور الذاكره قصيره المدى. وطبعا ده دور واحد للذاكره قصيره المدى، وليها ادوار كتير، ومن ضمن ادوارها ان بيبقى فيها المعلومات بتتخزن مؤقتا علشان نقدر نستخدم المعلومات دي. وعشان اوضح الدور ده، الموضوع شبه الرامات والهارد في الكمبيوتر. الرامات هي الذاكره قصيره المدى، والهارد هو الذاكره طويله المدى. وعشان تقدر تستخدم المعلومات اللي في الذاكره طويله المدى لازم تسترجع المعلومات من الذاكره طويله المدى للذاكره قصيره المدى. ده طبعا غير المعلومات اللي لسه بنكتسبها جديد. السؤال بقى، ازاي استفيد لما عرفت دور الذاكره قصيره المدى؟ بما ان الذاكره قصيره المدى عامله زي المصفى وبتخزن المعلومات الاسهل للذاكره طويله المدى، السؤال ازاي اخلي المعلومات الصعبه سهله علشان المعلومات دي تبقى سهله التخزين في الذاكره طويله المدى. اول حاجه المعلومات المتشابهه جمعها مع بعض، عشان الافكار المتشابهه المخ بيجمعها في منطقه واحده عشان يبقى سهل انك تفتكرها وسهل انك تربطها ببعضها، وعلشان ما تستهلكش طاقه كبيره وانت بتفتكرها. وتاني حاجه قسم المعلومات الكبيره لقطع صغيره. وتالت حاجه لو في معلومات كتير وعاوز تفتكرها ممكن تجمع حرف من كل معلومه وتكون كلمه من الحروف دي تفكرك بالمعلومات دي، ودي طريقه النمونيك. ورابع حاجه انك تحفظ العناوين الرئيسيه بس وتفهم المعلومات اللي تحتها، وبالطريقه دي انت ممكن تكون حافظ كتاب كامل بمجهود قليل. والخرائط الذهنيه هتساعدك في الموضوع ده جدا، وممكن تستخدم تطبيق مايندومو علشان تعمل خرائط ذهنيه للكتاب. وخلي بالك مذاكره اي كتاب بتبدا من فهرس عشان تعرف الكتاب ده بيتكلم عن ايه عموما، وما تكونش بتذاكر وخلاص لحد ما الكتاب يخلص ومش عارف الكتاب هيخلص امتى وحجم الحاجه اللي هتذاكرها.
اكتب في الكومنتات المشاكل اللي بتواجهك وانت بتذاكر وانا هجمعها واقول لك الحل في فيديو. وعيد الفيديو ده كذا مره عشان فيه معلومات كتير، وجرب كل نقطه واحفظ الفيديو في الواتش ليتر علشان متاكد انك هتحتاج ترجع ليه كذا مره. ولو استفدت من الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه وشارك الفيديو ده مع اصحابك لو شايف انه ممكن يستفيد من الفيديو.